يا جماعة يمكن اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن العقيدة والإيمان في مصر الفرعونية، واتكلمنا كمان عن الصلاة والحج عند القدماء المصريين كانت شكلها عامل ازاي. خلاص بمناسبة حلول شهر رمضان، خلاص كل سنة طيبين. يا ترى بقى الصيام كان عند الفراعنة كان عامل ازاي؟ يا ترى كانوا بيصوموا امتى؟ كان ايه الأوقات اللي المفروض بيصوموا فيها؟ كل ده طبعا هنعرفه طبعا مع الأستاذة عزة سليمان الباحثة في الحضارة المصرية. نورتني جدا النهارده. اهلا بك استاذه عزه، كل سنه وحضرتك طيب. وانتم طيبين بدايه كده مصر والمسلمين كلهم طيبين يا رب. امين ان شاء الله. في البدايه كده فاجئتينا المره اللي فاتت ان المصري القديم كان بيصوم، فعايزين نعرف ايه حكايه الصوم عند المصري القديم. هي فعلا مفاجأة مدهشة ورائعة في نفس الوقت ان احنا كمصريين نعرف ان احنا مش بس كنا اول الموحدين واول الحنفاء، وان ارض مصر المقدسة هي كانت مهد الاديان من الاف السنين، ولكن جميل قوي ان احنا نعرف ورائع ان احنا نعرف ان احنا كنا كمان اول من صام على وجه الارض. احنا المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا باختصار على ازاي احنا كنا اول الموحدين واول الحنفاء، ولكن عايزة يعني اعيد معلش بسرعه قوي جزئيه صغيره، لانه مهم قوي قوي. يعني على قد ما احنا مهتمين وعايزين كل الدنيا تعرف ان احنا كنا اول من وحد ربنا واول من عرف ربنا واول من عرف الاديان، انه المصريين بصفه خاصه واللي متخاصمين مع حضارتهم بصفه خاصه محتاجين قوي يعرفوا ان هم ايه الانجازات اللي عملوها، يعني وضعهم الايماني كان شكله ايه. اتفضلي. لانه يعني عشان الناس اللي ما كانتش متابعانا نقول انه ازاي لما فكينا طلاسم اللغه المصريه اللي هي مكتوبه بالهيروغليفيه، عرفنا ازاي، وانه اللي فكوها هم كانوا اجانب، يعني كانوا مسيحيين يا كانوا يهود، فهم عرفوا ازاي انه الحضاره المصريه هي اصل كل حاجة، وان الاديان المصريه كانت اصل كل حاجه، وان كمان ازاي اليهود نقلوا عننا الاديان، اجزاء من الاديان المصريه ونسبوها لنفسهم، وبفضل انه فروق الترجمه وكمان اللي هم اسقطوا عليها مفاهيمهم الدينيه، وبالتالي احنا بنقول انه ليه ان التوراه متحرفه. ومن ضمن برضه الكلمات اللي احنا ترجمناها المره اللي فاتت، يمكن دلوقتي معانا كلمه اخرى برضه، صوم. احنا عايزين نقول انه تاريخيا ده بيبين انه هو تاريخيا في تاريخنا المصري انه حتى كلمه صوم هي كلمه اصلا مصريه. الدراسات الدينيه والتاريخيه بتؤكد ان هي كلمه مصريه، وده يدل ان فريضه الصوم كانت موجوده من الاف يعني السنين. الكلمه دي كانت موجوده ومحفوره دي برضو؟ بالهيروغليفي. ما ده كلام هيروغليفي او يعني كتابه هيروغليفيه. ايوه الكتابه الهيروغليفيه كانت الكلمه كلها على بعضها كانت موجوده. صوم عايزين نقول بس يا ريت نشوف الكلمه تاني. ممكن نجيبها تاني يا جماعه؟ الحرف الاولاني اللي هو المفروض سين او زين. في الحقيقه انه هو ترجم لصاد، لكن انت لما تقولي صا انت ممكن سماعي هي تمشي سين او صاد، لكن هي ممكن تمشي صاد في ككتابه. هي عباره عن ايه؟ هنلاحظ انه الحرف الاولاني ده عباره عن عصايه متينه جدا ومرفوف عليها اللي هي الحبل الكتان المجدول، عشان هي الكلمه من المقطعين في الحقيقه ان هي صاو وميم. صاو لوحدها معناها انه يمنع، يكبح، يمسك، والميم عن او من، انه معنى كلمه صوم بالمصري. ولو تلاحظوا انه جنبها حرف الالف اللي هو الصائر، والالف يا اما تتكتب الف يا تتكتب فتحه، والواو اللي هي بقت واو باللغه العربيه، وجنبها حرف الميم. تمام. دي بيبين ان احنا تاريخيا انه الصوم كان موجود في مصر الفرعونيه. كمان لو بصينا على مثلا افلاطون، فيثاغورس، كلهم لما جم في مصر من حوالي بدءا من 600 قبل الميلاد كلهم اتعلموا الصوم في مصر الفرعونيه. وانه حتى مشهور عن فيثاغورس تحديدا ان هو اتعلم ازاي ان هو يتامل ويفكر في خلق الله، وبالتالي الفلسفه هو وافلاطون من الفلسفه المصريه الايمانيه، واتعلم لبس الكتان الابيض وان هو الزهد في الحياه من مصر الفرعونيه. هيرودوت لما جاء قال المصريين كانوا بيصوموا. لما هنتكلم كمان عن بقيه الصوم هنعرف ازاي ان احنا الصوم كان في حضارتنا المصريه. بس مهم اقول قبل ما نتكلم عن انواع الصوم اللي كانت موجوده عندنا انه دينيا بقى انه الدراسات الدينيه عن ابن حزم والمقريزي ودكتور نديم السيار ودكتور احمد شلبي وكتير قوي اكدوا انه ازاي انه النبي ادريس عليه السلام كان اول الانبياء واول الموحدين، وانه كان مصري.
ده بيبين انه احنا كان عندنا كل اساس الديانات. كمان النبي ادريس عليه السلام كان هو اتى بالديانه السابقه، وكلمه سابقه هي كلمه مصريه مكتوبه بالهيروغليفي، وسابقه معناها وحد او الموحد. واحيانا الديانه بتاعت النبي ادريس اللي جاء بها للمصريين في الاول كان بتتسمى الديانه السابقه المندائيه. والمندائيه معناها العارفين بالله. ده بيبين انه هو طبقا للدراسات الدينيه فاحنا كنا اول من الموحدين واول الصائمين. كمان هنلاحظ انه اتكلمنا عن لقمان الحكيم وكل تعليمه الايمانيه، وانه كان مصري وصعيدي وتعليمه كلها ايمانيه. ولو هنتكلم بقى عن انواع الصوم هنوضح انه الصوم كان عندنا ازاي. بس قبل ما نتكلم عن الصوم نلاحظ انه اللي بيدرس الحضاره المصريه والاديان المصريه بصوره محايده مجرده تماما هيلاحظ حاجه، انه الاديان المصريه الفرعونيه مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالمصالح المصريين الإنسانية. بمعنى أنه في الوقت اللي بنلاقيه فيه الأديان المصرية الفرعونية، هدي مثل واحد بس، أنه كان مثلا بتأمرنا أنه في بعض أنواع الصيام أن احنا المفروض نصوم عن السمك مثلا. هتلاقي ان الفتره اللي احنا وكان ليها قصه دينيه ومغزى ديني عميق جدا، ولكن في نفس الوقت هنلاقي انه الفتره دي كان فيها بيبقى فيه زريعه سمك، وبالتالي ان احنا لازم نحافظ على الثروه السمكيه ونزود السمك، ولو كلنا كله مش هنلاقي حاجه ناكلها، ما فيش امن غذائي. يعني برضو كان عند المصري القديم برضو طرق معينه للصيام، مش بس كان بيصوم عن الاكل كله، لا ده كمان كان في كذا نوع من الصيام هنتكلم عليه. انا بقول انه ازاي انه الاديان المصريه الفرعونيه كان مرتبطه ارتباط وثيق بمصالح الانسانيه للشعب المصري. حلو جدا. معلش عشان نلحق بس وقت حياتنا نتكلم عن الصوم. الصيام احنا عندنا خلينا نبدا باول نوع، انه احنا كان عندنا طبقا للديانه السابقه، وفي منها ناس موجوده لغايه النهارده بتمارس اديانها في العراق وفي مناطق ثانيه، اللي هي الديانه المصريه القديمه. اللي كنا بنصوم من الفجر للمغرب ونمتنع عن الطعام تماما. جميع انواع الصيام عموما كان كلها بنفس مفاهيمنا الحاليه، ان احنا لابد مش بس نمسك نفسنا عن الاكل والشرب، ولكن كنا المفروض نمسك لا نشتم ولا كل الحاجات المحرمات دي كانت ممنوعه عندنا، ولا العلاقات الخاصه بين الزوجيه مثلا. كل المحرمات اللي احنا عارفينها بمفهومنا الحالي كانت موجوده في كل انواع الصيام اللي كانت موجوده في مصر الفرعونيه. احنا كنا مرتبطين ارتباط وثيق جدا جدا في عباداتنا كلها، سواء الصيام او الصلاه، بحركه الشمس. فاحنا كنا بنصوم من الفجر، احنا كنا بنصلي من الفجر كاول صلاه، وكان الفجر المغرب كان عندنا برضو من الاوقات المهمه جدا ان احنا نصلي، وكنا زي ما بنقول كنا بنفطر فيها طبقا للديانه الادريسيه السابقه. كان عندنا كمان انواع صيام كنا بنصوم حوالي 40، ودي على فكره الصيام الاولاني كان شهر قمري وحوالي 30 يوم. كان عندنا نوع من الصيام كمان ان احنا كنا بنصوم عن احيانا عن اللحوم واحيانا عن الاسماك كمان، زي ما قلنا حوالي 40 يوم طبقا للظروف البيئيه اللي احنا عايشين فيها. طبقا احنا بنتكلم عن حضاره 7000 سنه، واديان 7000 سنه كان بيجي اديان قويه. ممكن في بعض المصريين يعتنقوا الاديان الجديده والبعض يتمسك بالاديان. ايوه، ما هو هنا بقى ده السؤال هنا محيرني، معلش نقف عنده شويه. وقتها الصيام كان عند القدماء المصريين كان على انهي دين بالظبط؟ يعني هل الديانه اليهوديه ام المسيحيه ام الاسلام؟ يعني كانت على انهي دين بالظبط؟ مصريه، ديانه مصريه. ما كانش اليهوديه ظهرت، بدات التوراه تتكتب 600 قبل الميلاد. يعني احنا عندنا بنتكلم عن حوالي 7000 سنه، يعني قبل ظهور الديانه اليهوديه يمكن 3000 سنه على اقل تقدير، فدي ديانه مصريه فرعونيه. بس كانوا بيقسموا ازاي؟ حضرتك بتقولي ناس بتصوم يعني عن اللحمه مثلا، او ناس بتصوم عن السمك، لانه كان في عندنا تعدد ديني وتسامح ديني، كل واحد يؤمن بربنا بالدين اللي هو عايزه ويصوم يختار الصوم اللي هو عايزه حسب ما الدين اللي كان موجود. يعني يبقى ده مش دين اسلامي؟ لا، اسلام ظهر 1400 بس عشان بس ما يحصلش بس خلط عند الناس. لا، اسلام عشان بس انا فاهم ده كويس، بس برضه احنا بنوضح كل كلمه، احنا بنوضحها عشان ما حدش يقول لي ازاي كان في صيام. لا، ده ديانه مصريه فرعونيه. احنا بنقول احنا النبي ادريس عليه السلام كان اول الانبياء واول الموحدين، وده كان ديانه سابقه، يعني مزبوط. ديانه مصريه، كان مصري. وكان بيدعو للصيام، كان بيأمرنا بالصيام، والصيام كان من الفجر للمغرب. كان عندنا قلنا الصيام عن اللحوم والسمك، كان
كان عندنا صيام لمناسبات معينه، يعني كنا بنصوم 3 ايام في نص الشهر القمري، ده مقدس عندنا. كان عندنا صيام مثلا لو عملت انت غلطه معينه طبقا لنص القانون المصري، انت عليك ممكن انك تتجلد او على الاقل تصوم 3 ايام. كان موجود عندنا في مصر الفرعونيه ومكتوب في القانون المصري. كان عندنا لما الملك يتولى الحكم في التتويج كان بيصوم عشان يتعلم الزهد ويتعلم التفكير والتامل ويبقى لان كان لازم الملك يبقى زاهد على فكره. فدي انواع الصيام اللي كانت موجوده. طب وكل انواع الصيام اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليها دلوقتي كلهم بيصوموا شهر مثلا من اللي هو من الفجر لحد المغرب، ولا في برضو اختلاف في الاوقات؟ لا كنا بنصوم من الفجر كلهم. لا ما في صيام، احنا قلنا في صيام كنا بنمتنع زي بيير مونتيه قال لنا في صيام بنمتنع عن في 40 يوم عن اكل معين، ومنها البقول على فكره. احيانا كنا بنتمنع عن البقول علشان كنا برضو نزود الثروه الغذائيه، الحبوب لو كلناها كلها طب هنزرع ايه يعني. فكنا احيانا برضو بيحرم علينا اكل البقول في فتره معينه. كان عندنا الصيام كمان ده مشابه شويه مع اخواننا المسيحيين متهيألي الصيام ده هو شبيه. عندنا كمان كان صيام في بعض الاوقات، واعتقد ان هو اوقاته كانت بتبقى ايام محدوده جدا، ما نقدرش نصوم مده طويله كده. كان بنمتنع تماما عن توليع النار، زي ما قال بيير مونتيه ان احنا نطبخ، ان احنا نخرج نشتغل. ده كتير قوي. المفروض ان احنا نروح بس المعبد نصلي. ده بيير مونتيه كاتبه، ده متسجل في تاريخنا المصري. حتى متسجل كمان انه قصه لطيفه قوي لمصري كان كتب يعني بيستغفر ربنا، بيقول له معلش انا مره في الصيام ده انا ما قدرتش، ان هو كان لازم ما ينزلش الشغل، اضطريت غصب عني ان انا عايزه انزل الشغل، اعمل ايه؟ المفتين بتوع عين شمس معروف عنهم التشدد الديني الفظيع. فيعمل ايه؟ عايز يخرج، اضطر ان هو يروح ياخد الفتوى من معبد منف علشان قالوا له لا خلاص انت تقدر تنزل تشتغل طالما مضطر. فده بيبين ازاي انه احنا كان في سماحه برضه، سماحه وفي في فروقات بين حتى مدى التمسك ب او مدى ان انت تطبقي الدين بشكل في نوع من التسامح درجات، يعني حسب مين؟ حسب المفتي. عايزين لو الوقت محدود بقى لا نتكلم بقى عن معانا صوره كمان عندنا حتى انه انه الجنه نفسها كان عندنا ليها ابواب، وانه كل باب في صوره زي ما صورناها، انه كل باب ليه حد، يعني حد معين ان هو يقدر. لا دي فانوس رمضان. ده فانوس رمضان؟ لا نتكلم عن ده فانوس رمضان. ده فانوس رمضان؟ لا ده فانوس اللي كان موجود عندنا بنستعمله في وقت الصيام، ودي من عاداتنا الجميله ان ده فرعوني. في ناس بتقول انه فاطمي، لا انه ده فرعوني، دي لعبه اطفال. حتى فانوس زي الفانوس اللي بنستعمله النهارده. معانا كمان مكتوب كلمه، مكتوبه اغنيه بالهيروغليفي. دي مكتوب بقى فيها، تفتكروا ايه مكتوب فيها؟ ايه؟ وحوي وحوي اكيد بالظبط. رمضان كانت بتقال وحوي يا وحوي. دي معناها ايه بقى؟ هي واح يعني أيوه. معناها الزهر اللي بقت لاح، ظهر وبان. واي معناها علامه تعجب، يعني احنا بنسال ظهر، بنتكلم على الهلال، ظهر الهلال يعني ظهر او بعد كده بقت اهلا بالهلال يعني. اياحه اللي هو القمر بالمصري. كنا بنغنيها في شهر الصيام او في استقبال الشهر القمري عموما، وكنا بنغنيها لام المصريين اياح حتب اللي هي معناها قمر الزمان. لما جت في انتصرنا عن طردنا الهكسوس كنا استقبلناها بالفوانيس غنينا لها وحوي يا وحوي اياحه. دي من برضو عاداتنا المصريه الجميله. دي كنافه دي ولا بيشو؟ كنافه غالبا هي دي كنافه. ايه ده بيعملوها يعني؟ ايوه ده مخبوزات. بس الكنافه كانت ظاهره في وقت الفراعنه؟ هي على اكبر تقدير انه هي كانت موجوده. ليه؟ لانه الناس بس كنافه شبهها. لا هي نفس حتى طريقه لما كنا بنعملها يدوي، نفس الطريقه اليدوي كانت بتتعمل بيها. كمان هم قالوا لنا ان الكنافه والقطايف دي فاطميه، يعني مغربيه. لغايه النهارده المغاربه ما بيعملوش كنافه لغايه النهارده. ما عندهمش كنافه، ما يعرفوهاش اصلا. اذا هي فرعوني، لانه اذا هي مرتبطه بعاداتنا، لان ما كانتش كل العادات والوحوي يا وحوي والفوانيس وكل العادات دي عادات مش موجوده على فكره في معظم الدول، في كل الدول الاسلاميه تقريبا. يمكن من كام سنه فاتوا بس كان اتنقلت بعض العادات. ومن الحاجات الجميله جدا كمان موائد الرحمن. موائد الرحمن كان عندنا برضو زمان طبعا كده؟ طبعا
هي فرعونيه. بتفاجئينا كل مره أيوة. بحاجات غريبة. كانت دايما تتعمل في الصيام للفقراء والمحتاجين، وفي الاحتفالات العامه الاعياد العامه كانت بتتعمل لكل المصريين بالمجان. فدي عاده فرعونيه. كمان من بعض الاسماء عندنا مثلا كلمه اسم باسومي. باسومي معناها الصائم. هي يمكن المسيحيين اخذوا معظم الاسماء الفرعونيه لكن معناها الصائم بالفرعوني. عندنا كلمه كمان صمويل. صمويل يعني صوم الاله. دي برضو اسم مصري فرعوني. فمعظم عاداتنا المصرية هي عادات بالدرجة الأولى، هي عادات انا شايفاهم هم كانوا جميلة. بيعملوا حاجات كتير جدا احنا كنا بنعملها وما زلنا بنعملها لحد دلوقتي، زي الثورات زي الصوم وزي العادات والتقاليد. ومش موجودة على فكرة في أماكن كتيرة إلا موجودة إلا في مصر يعني. ده اللي باين إن هي بالتأكيد إنها عادات يعني شفنا زي الكنافة والقطايف والفانوس رمضان واغنيه انا كنت وانا صغيره ما كنت بحب اغني ابدا طب هل كان في زينه زمان برضه؟ طب في اخر صوره معانا، طب نلحق نشرحها بسرعه. دي بتبين ابواب الجنه زي ما فهمناها. برديه اني هو بيتخيل نفسه في الجنة، وإنه الجنة كان في مفاهيمنا الدينية ليها أبواب مش كل وعليها حراسة شديدة جدا، الروح ما تدخلهاش إلا بصعوبة حسب كل واحد عمل إيه، وكل باب ليه حاجة معينة يعني مش أي باب تدخل منه. فدي برضو من المفاهيم الدينية المصرية الجميلة المفروض كلنا نعرفها. بنعرفها معاكي. يعني دي حاجة جميلة. الباحثه في الحضاره المصريه القديمه استاذه عزه سليمان، ميرسي جدا اللي كنت معانا النهارده، دايما بتفيدينا كده حاجات غريبه. ميرسي. نورتنا جدا يا استاذه عزه النهارده. طبعا كل ما هو جديد في مصر الفرعونيه دايما كل اسبوع معانا مع استاذه عزه. خلاص كده خلصت حلقتنا النهارده من عز الشباب، نشوفكم ان شاء الله بكره في يوم جديد من ايامنا. سلام. سعيد فعلا السنه دي ان يكون لقائنا في رمضان على قنوات روتانا، ورمضان كريم والى اللقاء في الاخوه اعداء. ذاب في غرامها